مساء الخير. ده رد على سؤال جالي على اسك اف ام. السؤال كان بيتكلم عن مشاريع التخرج، يعني السؤال كان بيقول مشروع التخرج ازاي اقدر اجيب افكار ليه، واصلا ايه الخيارات المتاحة لطالب حاسبات انه يعمل عنها مشروع تخرج، وايه نصايحك، او اتكلم عن الحوار من الاول للاخر يعني. طيب، فده ما كان يعني سؤال كبير يعني، فطبعا كان صعب ان انا اكتب له اجابة كاملة جوه الاسك يعني، فقلت احسن ان انا اكتب، يعني احاول ان انا اتكلم في الموضوع عموما في شكل فيديو، بحيث ان يبقى الناس تقدر تتفرج عليه احسن. طيب، الموضوع المشروع التخرج بالذات ليه كذا خطوة او ليه كذا مستوى. اول حاجة انك انت تكون عارف انت هتشتغل مع مين، يعني عندك فريق معين. فانا يعني بفترض ان صاحب السؤال اوريدي عارف وعنده فريق معين. بس انا هتكلم برضو عن فكرة اختيار الفريق والسايز الاحسن للفريق يعني. فمبدئيا موضوع الفريق ده انا شايف ان احسن حجم معين للفرقه اللي هو يكون في حدود آه، من 3 ل4. يعني طبعا حسب كل كليه، لو في كليه عند حاطه رقم معين من الاول يبقى مش دي مشكله، خلاص يبقى ده مش في ايدك اساسا. بس لو في ايدك انك انت تختار، يبقى من 3 ل4 افراد. اكتر من كده بتبقى المشكله في مشاكل التواصل ما بينكم، الكوميونيكيشن ما بينكم بتبقى كبيره جدا. اولا عشان تتجمعوا كلكم في حته واحده، علشان تاخدوا قرار، علشان تقنعوا بعض بالقرار ده. الموضوع بيبقى رهيب يعني. وكل الناس، انا بفترض ان كل الناس كان عندها افكار كويسه، وكل واحد عايز يطلع يعني شخصيته وافكاره جوه المشروع. فمشروع بيتشعب ويبقى كبير ومتعرفش تلمه يعني. فانا اعتقد ان واحد من احسن الحاجات انك انت تبقى على الاقل عارف ناس معينه، ويستحسن تكون اشتغلت معاهم قبل كده، فتبقى عارف كمان كل واحد بقى ليه نقاط قوه ونقاط ضعف وبتاع، فانت عارفهم كويس، عارف شغلك معاهم، فده يبقى كويس. ثاني حاجه بقى ازاي توصل لفكره. في طبعا حاجه في النص اللي هي اختيار الدكتور. بس ده اعتقد اختيار الدكتور لو انت بالذات لازم يكون عندك مشرف مشروع تخرج. اعتقد ده بيبقى دايما يعني بيبقى بالتوازي مع انك تلاقي فكره، لان في دكاتره انت عارف ان هم ليهم زاويه احسن في افكار معينه عن حاجات تانية وهكذا يعني. فانا هخلي لك الموضوع ده، انا مش هختار لك الدكتور، فاختار انت الدكتور. ازاي تختار الفكره بقى. ازاي انك توصل لفكره، دايما محتاج تبقى ليك كده منطلق، يعني انت هتبتدي منين يعني. فلو انت بتفكر في مشروع تخرج من وجهه ان هو برودكت يعني او خدمه، يعني سيرفيس او برودكت يعني. في طريقتين، او اللي اعرفهم يعني، او اللي انا بفكر بالطريقه دي. يا اما انك تبتدي من مشكله، او تبتدي من تكنولوجيا. اوكي، هنتكلم ازاي في تفاصيل كل واحده. لو هتبتدي من مشكله، تشوف مشكله حواليك، مشكله ويا ريت تحت تكون مشكله كبيره يعني. يعني مثلا في مصر مثلا مشكله مثلا زي الترافيك مثلا، او مشكله الزحمه يعني، او مشكله التعليم، او مشكله الصحه، او مشكله الاشاعات. اي مشكله من المشاكل الكبيره دي، تحاول تشوف اصلا ايه يعني تمسك واحد منهم تقول مثلا انا هعمل مشروع مثلا في حل مشاكل الزحمه. طب احل مشكله الزحمه ازاي؟ من انهي اتجاه؟ في اتجاهات كتير ان احل مشكله الزحمه. هل هحل مشكله المواصلات مثلا؟ هل هحل مشكله الشوارع؟ هل هحل مشكله المرور؟ يعني من باب ان انا مثلا اعمل مثلا مشروع له علاقه بال اوتوميشن مثلا بتاع اشارات المرور. مش عارف، هل هعمل حاجه ليها علاقه بال ان انا اوتوماتيكلي مثلا لو هعمل مشكله علاقه باشارات المرور، ان انا ابقى عارف كل شارع الساعه بتاعته قد ايه، وان انا اقدر احسب الفلو بتاع الشوارع، بحيث ان ممكن منها اقدر استنبط مثلا احسن وقت افتح الاشارات، وكل اشاره تفتح قد ايه وهكذا. او ان انا مثلا يبقى المشروع ده خدمه مثلا كراود سورس مثلا، زي الحاجات اللي موجوده زي بيقول لك وزي وصلني وزي الحاجات دي، انك انت ممكن الناس هي اللي تريبورت حاجات بالمنظر ده. تريبورت مثلا مشاكل في الشارع، حاجات مقفوله، تري راوت الناس اللي في الشارع. دي حاجه. في الاديوكيشن مثلا، ازاي انك انت تقدر مثلا مثلا انك انت عايز تحل مشكله علاقه مثلا بتكدس الفصول مثلا. عندك الاماكن الفصول بقى فيها ناس كتير مثلا، او طلبه كتير. ازاي انك انت تحاول تحل المشكله دي مثلا، بتاع مثلا بفكره انك انت زي انك انت تتيح مثلا مدرسين ان هم يقدروا يطلعوا الماده العلميه مثلا، زي اللي كنا بنتفرج على زي البرامج التعليميه والحاجات دي. انك تعمل زي بلاتفورم من الناس مثلا ممكن
تروح تتفرج على الحاجات دي اونلاين، ويبقى في امتحانات وحاجات زي خان اكاديمي كده. لو دخلت خان اكاديمي دلوقتي هتلاقي ان هو مبقاش الفيديوهات بس الناس كانت بتتفرج عليها قبل كده، لا بقى في امتحانات، وزي انك انت تخش تختبر مستواك وتحدد المستوى بتاعك وتتفرج على الفيديو وبعد كده تحل عليه اسئله، حاجه بالمنظر ده. او طبعا في الصحه وفي حاجات كتير. انا مش عايز اعدد الحاجات، بس يعني يجد ايديا يعني. الطريقه التانية بقى انك انت تمسك من تكنولوجي، انت عجبك تكنولوجيا معينه وعايز يعني تتعمق فيها، وعايز تاخد مشروع تخرج كفكره او كمدخل انك انت تفهم التكنولوجيا دي اكتر. حاجه مثلا زي انك انت عايز تعمل مشروع في الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز، اللي هي لو عايز تعمل مثلا زي سمارت ديفايسز مثلا، والسمارت ديفايس ده بيبقى كونكتد بالانترنت على طول، وطول الوقت بيقيس حاجه مثلا زي الهيلث زي الفتنس ديفايسز والكلام ده. طبعا الحاجات دي انا برضو بقول في حاجات انا برضو عايز ابقى يعني انا عارف ان ده مشروع تخرج، فانت مش هيبقى عندك بادجت ولا وقت انك انت تصمم هاردوير. فانا بتكلم ايه هو الاي او تي، بس انا عارف ان في الاخر انت بتتكلم في حاجه تبقى رياليستيك تعرف تعملها. ففي الحلقه انا اعتقد بالنسبه للجامعه او بالنسبه لطلبه الجامعه احسن ابروتش ان هم مثلا يستخدموا حاجه زي راسبري باي مثلا، انك تعمل لو مش عارف راسبري باي يعني كان جوجلت يعني، بس راسبري باي عباره عن كمبيوتر صغير اعتقد بيبقى قد الكريدت كارد، بتبقى بليه بورتس وليه كل حاجه، بشارت بطاريه وعليه لينكس ديستريبيوشن، او ممكن تنزل حاجات كتير اونلاين، تقدر تكتب عليه اي بروجرامز باي شكل. وفي سنسور، لا ممكن تشتري له سنسور، عايز تجيب له كاميرا، عايز تجيب له لايت سنسور، عايز تجيب له مش عارف ايه، تركب شويه حاجات، تنزل نخيلي كده تجيب له شويه حاجات وتركبها عليه وتعمل حاجه. الحاجات دي بقى ميزتها انك انت مثلا ممكن تعمل سكيورتي سيستم. مثلا تقول انا مشروع التخرج بتاعي مثلا انا عايز اعمل حاجه، عندي مشكله سرقه العربيات مثلا، فعايز اعمل جهاز احطه الناس تحطه في العربيه، هو شغال ببطاريه، او بقى مثلا موصل على بطاريه العربيه او اي حاجه يعني. بيديتكت مثلا لو الباب اتفتح، يقدر يعرف ان موضوع الباب اتفتح ده ويسجل مثلا، وبقى ليه مثلا رقم باسورد معين مثلا اللي هو المستخدم او صاحب العربيه ممكن يكتبها. لو ما كتبش الباسورد دي فبيفضل متابع بقى صاحب العربيه، يعني بيفضل مثلا بيبلغك او بيبعت على اس ام اس او بيبعت لك ايميل اي حاجه، ويفضل بقى متابع حركه العربيه فين، بحيث انه حتى لو العربيه اتسرقت تقدر تعرف توصل لها تاني يعني. دي مثلا فكره مثلا انك انت برضو في موضوع اللي هو العربيات ده ممكن تلاقي حاجه كتير يعني. وانس فتحت موضوع العربيات ده ممكن تطلع حاجه كتير قوي منه يعني. طيب في بس ممكن برضو واحد ياخد الفكره من تكنولوجيا تانية، ومثلا انا عايز اعمل جيم، انا بحب الجيمز وعايز اشتغل جيم ديفلوبر في يوم من الايام، فانا عايز اعمل جيم. فهبتدي مثلا ان انا ريسيرش مثلا تكنولوجيا معينه مثلا سي يونيتي مثلا، وهعمل جيم مثلا على التليفونات، او هعمل جيم ما بين التليفونات وما بين البي سيز مثلا، او ما بين يعني هعمل فكره معينه الجيم. طبعا الجيمز بالذات لها حاله خاصه شويه لانها فيها ارت، يعني ليها بعد ممكن ما يكونش متاح ليك الا لو انت اصلا كمان فوق انك انت ديفلوبر شاطر، كمان ليك في موضوع ال 3 دي ارت يعني، او تقدر تشتري الارت من بره او كده، فده يكون حلو قوي يعني. في مثلا افكار مثلا في السوشيال نتوركس، تقول مثلا انا هعمل حاجه مش زي فيسبوك يعني، مش لما تعمل فيسبوك لا تعمل فكره جديده للسوشيال نتوركس. يعني السوشيال نتوركس من الحاجات اللي هي المبدا العام موجود، انت عايز الناس تتواصل مع بعض، بس تتواصل بقى ازاي وايه ظروف التواصل ده. ممكن يكون الفكره بتاعتك ان يكون مثلا برايفسي، مثلا انت شايف مثلا ان بقى في قلق كتير في موضوع مراقبه الانترنت ومش عارف ايه، فانت ممكن مثلا تعمل سوشيال نتورك انونيمس سوشيال نتورك، او مش لازم تبقى يعني انونيمس بالمعنى ان محدش عارف مين بيتكلم مع مين، بس على الاقل تبقى متاكد ان البيانات اللي رايحه مفيش حد بيسمعها في النص، بقى بتشفر البيانات في اتجاه معين وبتاع. تفكر بقى يعني تفكر في حاجه مناسبه اللي انت عايز تعمله. لو انت مثلا عندك اكسس على ديفايسز زي مثلا كينكت مثلا، او حاجه زي اوكيولوس ريفت، او حاجه زي سامسونج جير في ار والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت في البودكاست، هبقى اسيب له لينك تحت يعني. ممكن تعمل حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، انك انت تعمل ابلكيشن او تعمل سيستم بيستفيد من فكره الفيرتشوال رياليتي او الاوجمانتد رياليتي. بس فانا بقول دي طريقه يعني، دي كلها مش افكار مشاريع تخرج قد ما هي طريقه ازاي توصل لمشاريع التخرج. زي ما قلنا عشان بس نلخص يعني، انك انت تبتدي من يا اما تبتدي من مشكله،
دومين معين من المشاكل وتحاول توصل لجزء تقدر تحله، او انك تبتدي من تكنولوجي انت عايز تتخصص فيها او يعني او عايز تدوس فيها يعني شويه، وتبتدي تشوف ايه اللي ممكن تعمله كتطبيق للتكنولوجي ده في الحياه يعني. يعني تحس ان هم ايه يعني ممكن تجي لها من هنا او تجي لها من هنا، بس المهم انك انت توصل لفكره كويسه في الاخر. وطبعا ما تفكرش لوحدك قوي يعني، لو انت معاك تيم طبعا فكروا مع بعض بحيث انكم انتوا عارفين برضو كل واحد عارف نقاط قوته ونقاط ضعفه، او اللي هو عايز يعمله او اللي هو بيحب يشتغل فيه او ما بيحبش يشتغل فيه. فبرضو ايه هو في الاخر هي عمليه متكامله يعني. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله يعني. عامه لو عندكم افكار مشاريع تخرج ممكن تساعدوا الناس، ممكن تكومنت في الكومنت سيكشن يعني. او لو عندك افكار تانية لطرق توصل لمشاريع تخرج فيل فري يعني. برضو لو انت لو ده بقى بعيدا عن السؤال، لو الفورمات ده حلو، ان انا ممكن اخد سؤال مثلا كل اسبوع او سؤال كل كام يوم من الاسئله اللي تجيلي على اسك اف ام واجاوب عليه. لو الفورمات ده عجبكم يا ريت تقولوا لي. الموضوع ده سهل قوي يعني، ان انا اخد في سؤال باسئله بتجيلي تقريبا بمعدل مثلا 5 6 7 اسئله في اليوم، فممكن قوي ان انا اخد سؤال منهم اجاوب عليه. فلو ده حاجه لطيفه يعني انا ممكن اعملها بشكل مستمر يعني. فلو ده عجبكم يا ريت تقولوا لي، وانا ما عنديش مانع ان انا اعمله يعني. يعني يا ريت تكونوا استفدتوا من الاجابه، ولو حد عنده اي تعليقات او عنده اي حاجه عايز يقولها يعني فيل فري، انا هحاول ان انا ابص على الكومنتس. وتصبحوا على خير.